السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله النهارده هنحل مع بعض أسئلة التقييم الخامس والسادس. يلا ركز معايا. ما المقصود بالأملاح؟ طبعا حبيب قلبي الجميل، الأملاح هي عبارة عن إيه؟ الأملاح دي يا أولاد هي مركبات بتنتج من اتحاد أيون عنصر فلزي مع أيون عنصر لا فلزي، أو كاتيون عنصر فلزي مع أنيون عنصر لا فلزي. طبعا يا جماعة أهي بص هنا عندنا سؤال فأكمل بيقول لك ايه؟ يتكون نقط من اتحاد كاتيون قلوي مع انيون نقط. طبعا يا جماعه كاتيون قلوي مع انيون حمض يبقى مستر الملح. بص اللي بعده حتى يتكون الملح من اتحاد ايون عنصر فلزي مع انيون عنصر لا فلزي. ماشي؟ يلا. كيف تفرق بين كلوريد المغنيسيوم ونترات الامونيوم من حيث الكاتيون؟ طبعا يا جماعه كلوريد المغنيسيوم الكاتيون بتاعه مغنيسيوم. مغنيسيوم ام جي موجب 2. طيب الكاتيون برضو بتاع نترات الامونيوم، الكاتيون يا اولاد بتاع نترات الامونيوم طبعا يا جماعه الامونيوم NH4 موجب. الانيون طبعا الانيون هنا نترات، وطبعا هنا يا جماعه الانيون كلوريد Cl2. الصيغه الجزيئيه اهو MgCl2 NH4 NO3. كبريتات الخرسين وكلوريد النيكل من حيث اللون والصيغه. طب يلا بس نخلص الاول من الصيغه. ZnSO4 كلوريد النيكل NiCl2. اللون مستر هي كلوريد النيكل ده مستر ملح لونه ايه؟ والله يا مستر محمود ملح لونه اخضر. هو عايز برضو ملح كبريتات الخرسين. ماشي يلا لونه ابيض. كربونات الصوديوم وكربونات الكالسيوم من حيث الذوبان، دي بتدوب دي ما بتدوبش. دي يا مستر مش بتدوب عشان فيها صوديوم. الصيغه الجزيئيه Na2CO3. كربونات الكالسيوم CaCO3. محلول ملح كلوريد الامونيوم وكربونات الصوديوم من حيث قيمه البيئه والصيغه الجزيئيه. ماشي نبدا الاول يا جماعه بالصيغه الجزيئيه NH4Cl. كربونات الصوديوم Na2CO3. قيمه البي اتش يا جماعه ده كلوريد الامونيوم. طبعا يا حبيب قلبي دي اقل من 7. طبعا يا جماعه ملح كربونات الصوديوم اكبر من 7. اقل من 7 يبقى هتحمر لون ورقه دوار الشمس، هنا هتزرق. ينتج من تفاعل الاحماض مع القلويات ملح وميه. حمض وقلوي ملح وميه، تفاعل التعادل. يتكون نقط من اتحاد كاتيون قلوي مع انيون حمض. طبعا يا جماعه يتكون الملح. يتكون الملح من اتحاد ايون عنصر فلزي مع ايون عنصر لا فلزي، ما عدا طبعا يا جماعه مجموعه الهيدروكسيد. عند تسميه الملح نبدا باسم الكاتيون وتنتهي، انا اسف يا اولاد معلش سوري، نبدا. واحد خلاص دماغه اتفرتكت، الصيام عامل عمايله. نبدا باسم طبعا يا اولاد الانيون. ليه؟ تعالى انا مثلا عايز مثلا اسمي ده NH4NO3. طبعا سيادتك عارف ان ده موجب وده ايه؟ سالب. فطبعا انا لما هقوله مش هقول امونيوم النترات، هقول نترات الامونيوم. طبعا يا جماعه الانيون والكاتيون. ملح كبريتات النحاس. كبريتات النحاس لونه ازرق، بينما ملح مين لونه ابيض. يا عم انا ممكن اختار مثلا اي ملح، كربونات الصوديوم مثلا. يذوب كلوريد مين في الماء؟ كلوريد الصوديوم. اي حاجه فيها صوديوم يا جماعه بتدوب. بينما ملح كلوريد مين شحيح؟ كلوريد الفضه. يتكون ملح نترات الصوديوم من انيون النترات وكاتيون الصوديوم. ملح نقط يتكون من كاتيون الكالسيوم وانيون الكبريتات. بص الكاتيون كده اهو Ca، وانيون الكبريتات اللي هي SO4. تعتبر ملوحه المياه بتاع مياه البحر. طبعا يا جماعه البحر الميت اعلى من ملوحه مياه البحر الاحمر بحوالي 10 مره. محلول كلوريد الامونيوم طبعا يا جماعه احنا لسه قايلينه بيحمر. مين اللي بيزرق؟ يا عم ممكن مثلا اختار له كربونات الصوديوم. نخش مع بعض يا اولاد على اسئله التقييم السادس. ما المقصود بكل من المسافه؟ يا عم الحاج ما احنا عارفين المسافه هي طول المسار الفعلي او طول المسار الكلي من نقطه البدايه لنقطه النهايه. اكتب يلا بقى معايا. طول المسار الفعلي من نقطه البدايه لنقطه النهايه. السرعه، التغير، بص بقى ركز معايا. ممكن تقول يا حبيبي معدل او مثلا المعدل الزمني اهي للتغير في المسافه، او المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن. اكتبها لك، المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن.
تمام. الطاقة هي طبعا يا جماعة القدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير. طاقة الوضع الطاقة المختزنة داخل الجسم نتيجة الشغل المبذول عليه. الطاقة المختزنة داخل الجسم نتيجة الشغل المبذول عليه. متغير مستقل طبعا يا جماعة المتغير الذي، بص بقى يا حبيب قلبي، طبعا يا جماعة ده المتغير اللي بيتغير أثناء إجراء التجربة، ده يا جماعة بيتغير. المتغير التابع ده طبعا بيتغير لان المستقل ايه اتغير. الاثنين يا جماعه بيتبعوا بعض وطبعا موجودين في الكتاب بالنص واحنا كمان بنحل كل الكتب. وحده قياس المسافه والازاحه المتر. وحده قياس السرعه، ماشي يا اولاد، وحده قياس السرعه متر لكل ثانيه. مش عارف الصراحه او ايه، مش فاهم ايه اللي هم عاملينه ده، بس ماشي اهي ميم اهو اهو غباوه بقى وخلاص زي ما هم عايزين. السرعه المسافه على الزمن. وحدة قياس الشغل الجول، بينما نيوتن وحدة قياس القوة أو الوزن. طيب في حاجة بتقول لي القوة في الإزاحة بتساوي إيه؟ طبعا يا جماعة الشغل المبذول. العوامل المؤثرة في طاقة الوضع الوزن والارتفاع. وحدة قياس الوزن النيوتن. طاقة الوضع بتساوي، ماشي ركز معايا في السؤال ده. ده يا ولاد طبعا طاقة الوضع بي اي، كتلة جاذبية ارتفاع، ماشي يا ولاد؟ يبقى هنا بتساوي الكتلة في الجاذبية، شدة مجال الجاذبية يعني، في الارتفاع. 5 كيلو بيساوي كام متر؟ بيساوي 5000. بينما 5 ايه كيلو جول، ماشي ولا دي 3 دي يا اولاد؟ 3 دي تقريبا 3 كيلو جول بيساوي كام جول؟ 3000 جول. جسم يتحرك بسرعه، احسب المسافه المقطوعه بعد 3 ساعات. طيب صلى على النبي كده وقول عليه الصلاه والسلام. السرعه في مسافه على زمن. وبقول لك انا عايز دلوقتي اهو جسم يتحرك بسرعه كذا، احسب مسافه. فانا يا جماعه عندي المسافه اضرب السرعه في مين؟ في الزمن. يبقى هنا هقول له الدي بتساوي في تي. طيب هي يا حبيب قلبي دي 20 في 3 تطلع 60. 60 ايه؟ 60 كيلو متر، عشان دي طبعا يا مستر المسافه. جسم بذل شغل مقداره 50. طيب احسب مقدار القوه. طب ما بالراحه اهو الشغل بيساوي قوه في الازاحه، الشغل بيساوي قوه في الازاحه. هو دلوقتي بيقول لك بذل شغل، عايز ايه بقى؟ يعني عايز ايه؟ احسب مقدار القوه اهو قوه. يبقى اقول الاف بتساوي الشغل المبذول على الازاحه. طيب بيقول لك بذل شغل مقداره 50 لتحريك عجله مسافه 10 متر، يبقى 50 على الكام؟ على ال 10. ما انا لسه قايل لك ده على ده اهي الورك على الازاحه. 50 على 10 تطلع كام؟ 5. احسب القوه يبقى 5 نيوتن. جسم طاقه وضعه دي على ارتفاع دي، احسب وزن الجسم. طب عادي يا عم، الوزن اهو، الوزن يا بابا اهو. جسم طاقه وضعه بيقول لك اهو يا عم ناخد القانون الجديد اللي احنا لسه كاتبينه. بي اي طاقه الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. هو عايز الوزن، يبقى اقسم طاقه الوضع على الارتفاع. طاقه الوضع اللي هي بي اي على الارتفاع اللي هو اتش، طبعا حبيب قلبي الجميل هتبقى 240 على ال 12. 24 على ال 12 فيها الاثنين تطلع هنا 20. وزن الجسم يبقى 20 نيوتن. وبكده يا حبايب قلبي الشاطرين نكون خلصنا اسئله التقييم الخامس والسادس. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش ان احنا ان شاء الله هنعمل لكم فيديو مراجعه نهائيه على الدروس كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.